مساء الخير ومساء النصر ومساء الحرية لكل السوريين وما كانوا بقاع الأرض كاملة. هذا الفيديو مخصوص للمطبلين، فيكم تفوتوا تسبوني لحتى تشبعوا، تمام؟ أنا سامحتكم بالمسبات والحفص التعليقات. حاج موسى العمر بعد ما رجع من العمرة من الحج تقبل الله يا رب منهم ومن كل الحجاج السوريين، قالوا للعالم وين يا حاج موسى ما انت وعدتنا بكهرباء 24 ساعة واخلاء المخيمات وما بعرف شو اعمار واعادة اعمار و الى اخره. فطلع الزلمة على جبل قاسيون وقال لكم ليكم هاي عمرنا لكم جبل قاسيون في مصطبات وفي باركينج لتصف سيارتك، اهم شيء الباركينج والبنى التحتية يلي انعملت لنضوي جبل قاسيون. اما العالم اللي بالمخيمات خليها بالمخيمات، يعني ما ضروريه هاي العالم اللي استشهد اولادها وقعدت بالمخيمات لتدافع عن كرامتنا، لانا وانت نوصل للحريه ونطير بشار الاسد. شوف لاحظ، لانا وانت نوصل للحريه هي فقدت اولادها هاي العالم، تمام؟ قضيه المعتقلين يا غبرة وطيرتوها بالهواء وطارت مع نسائم الريح، وسامحتوا انتم جماعه، سامحتوا كدوله بما انه موسى العمر هو المتحدث حاليا باسم الدوله، سامحتوا كدوله انتم بدم المعتقلين. العالم اللي بالمخيمات حج موسى شو مشانها؟ طالع لي على جبل ما استحيت على جبل قاسيون تقول هاي إعادة الإعمار جبل قاسيون وهاي المصطبات وهي صار لنا باركينج لنصف السيارات. أهم شيء الباركينج يا حج موسى، الله يتقبل منك الحج يا رب، بس هاي أعمالكم الله ما رح يتقبلها ولا الشعب السوري، وإذا اليوم الشعب السوري ساكت فتأكد إنه كلياتنا عم نغلي على جمر من القهر، من العفو اللي طالعته، ومن قلة معاقبة المسيئين والناس اللي عذبتنا والناس اللي قهرتنا والناس اللي قتلت أولادنا، كلياتنا عم نغلي تحت الجمر. فلا تخلوا الموضوع يغلي تحت الجمر أكثر من هيك، لأنه أهالينا اللي بالمخيمات بيستحقوا إنه يرجعوا على بيوت. خذوا بيوت الشبيحة مثل ما كانوا عم يعملوا فينا على نظام الأسد، كانوا ياخذوا بيوت الأحرار واللي مع الثورة والمصور يلي صور مظاهرة للثورة ياخذوا بيته ويعطوا